بحيث حنا ما محتاجينش البرلمان يكونوا فيه البارونات، حنا محتاجين البرلمان يكونوا فيه مواطنين ومواطنات نزهاء شرفاء تيدافعوا على البلاد والمال ديالهم حلال ولا يصرفونه بتلك الطريقه كيشتروا اصوات الناس. والرساله راه من البرلمان كانت، وانا تكلمت لكم على داك الشيء اللي وقع البارح. الاحكام ديال هذوك كانوا برلمانيين، والاحزاب ديالهم على علم بهم ما يمكنش، بل بالعكس هناك بعض الاحزاب التي تستفيد من تلك الاموال، وداك الشيء باش تدير الانتخابات بالمال الحرام باش تدير الانتخابات. اذا راه عارض الرئيس ديال الحزب ولا اللي ولا اللجنه اللي مكلفه بالتزكيه ديال الحزب راه عارضه شكون تتختار. حنا الحمد لله تيتجمعوا الجموع العامه الاقليميه ديالنا الاخوان والاخوات بيناتهم الى طيروها تيفرقوا اتاي وديك الكريسات من الكريسات ومن بعد تكلم فيا نتكلم فيك، هذا يصلح هذا ما يصلحش، هذا علاش يصلح هذا ما يصلحش، راه تصوت كل واحد مخبي تيصوت دير السنيه وتتكليشها هكذا وطويها وتلقى الصندوق. هذا السيد رئيس الحكومه اللي قال لك هو تيدير دابا قال لك تيجري مع الزمن، الا بغى يدير شي حاجه يخرج دابا، ياك خرج تيقول لك حيد 60 دقيقه، الخميس الجاي يخرج هذيك تيقول 8 مليون ونص ديال المغاربه وديال المغربيات اللي مقصين من التغطيه الصحيه انا غنخلص عليهم غندخلهم. يلا بغيتي الاصوات وانا تنقول لك شنو دير، قصيتي 8 مليون ونص ديال المغاربه وديال المغربيات من التغطيه الصحيه كان عندهم الرميد، خليتيهم لا رميد ولا امو تضامن ولا امو شامل ولا حتى امو. ويلا بقات هي غير 60 دقيقه، هذه راه 8 مليون ونص روح اللي هي خصها تمشي للسبيطار واللي هي عندها امراض مزمنه واللي المؤشر طالع المؤشر هابط، المشكليتها 10 دراهم ديال الاتصالات المغربيه 20 درهم ديال اورنج. ويلا خرج. انا تنقول لك شنو دير الا بغيتي تحل المشاكل ديال المغاربه. هادشي الاخوان هذه رهانات كبيره خصنا نشتغلوا عليها. ما تنقول لكمش حنا عندنا المعجزات ولا حنا عندنا يعني خاتم سليمان، ولكن كيف ما عرفتونا الصدق والصراحه معكم ومع جميع المواطنين والمواطنات. داكشي اللي كاين تنقولوه، وداكشي اللي غادي نديروه تنقولوه، وداكشي اللي عازمين عليه تنديروه بكل وضوح وبكل شفافيه وبكل صراحه، وتنتحملوا المسؤوليه ديالنا. انا نعطيكم واحد المثال على هذه القضيه باش تعرفوا القضيه ديال الصدق. في 2013 فاش جينا نصبوا النظام ديال الدعم لان كنت تذكروا داكشي ديال المقاصه، واحد الوقت وصل ل 56 مليار ديال الدرهم، تتمشي هباء منثورا وتيديوها الصحاح والشركات الكبرى والمسؤولين. منين كنا تنتذكروا داخل الحكومه وفي الاحزاب ديال الاغلبيه، واحد السيد من الاحزاب ديال الاغلبيه قال لنا جوج الامور باش تعرفوا الغياب ديال الشفافيه وديال الصدق. تقولوا لي ودي راه هذا الشيء خصنا ما يمكنش يبقى بهذه الطريقه، هاد الاسعار اللي كاينه ما يمكنش تبقى، وهذا الدعم اللي كاين ما يبغيش. الاولى قال لنا واش جابكم نتوما البلاد عندها مواليها. احنا فين كاين دابا هادو المغاربه 17 ديال المليون مسجلين باش يمشيو يصوتوا ويخرجوا برلمان ويديروا حكومه، ومن بعد حنا نجتمعوا من الاحزاب ديال الاغلبيه الحكوميه ونقولوا البلاد عندها مواليها ونخليو البلاد تمشي للفلس. ها باش تعرفوا العقليه كيفاش. هذا ما كانش منه، والله سبحانه وتعالى هنا منه البلاد مع عباد. والثانيه فاش قلنا لها ودي شوف دابا هذه في الاول كان تيقولها لنا باش ما نديروش الاصلاح، زعما تيقول لي قلنا له ودي حنا عارفين البلاد عند الله سبحانه وتعالى، وهذه بلاد فيها البركه، والبلاد حنا عارفين عندها جلاله الملك والدور ديالو وهذا الشيء كل شيء، ولكن الحكومه مسؤوله امام الله وامام جلاله الملك. ورئيس الحكومه منين عيدوا جلاله الملك ماشي باش يجي يجلس مع الاغلبيه وتقول ليه راه البلاد عندها مواليها، باش يمشي يخدم هو والحكومه على المشاكل ديال المواطنين والمواطنات ويحلها. منين شافنا مصممين هكذاك وداك الساعات كنا غادي نزيدوا واحد الدرهم في كازوال ولا كيلزم. قال لنا عرفتي اش غديروا دابا نتوما بما انه نتوما محمرين عينيكم غديروا واحد القضيه زيدوا بلا ما تقولوهم. دير هادشي كيفاش نزيدوا تقول خصنا نخرجوا نشرحوا للناس علاش غادي نزيدوا وشنو غنزيدوا. هادشي اللي تنقول لكم والله على ما اقول شاهد، وسولوا رئيس الحكومه اللي هو انا داك الساعه تبكينا.
هو اللي تيقول لي كيف الشاب اللي حنا دابا هذا المنطق ديالنا حنا في الحزب حنا جاتنا غريبه شي واحد حنا خارجين عند الناس غادي يلقاو البومبا ديال الزياده، ديك الزياده منين طاحت من السماء زادتها داك الساعات اللي تيحدد السعر هو الحكومه. اذا الحكومه خصها تتحمل المسؤوليه ديالها وتقول لها شحال زدت وتقول علاش زدت وتحمل الغضب ديال الناس وتشرح لهم. قال لك اودي زيدوا بلا ما تقولوها. وهادو هما الاخوان بعض المسؤولين الحزبيين اللي كاينين في هذه البلاد السعيده، وهادو هما اللي ما كاينينش في حزب العداله والتنميه، والحمد لله ما كاينينش حتى في بعض الاحزاب الاخرى، والا في هذه البلاد كانت غتمشي ما عرفت فين غتمشي. لذلك اللي مطلوب الاخوان والاخوات الانتخابات الجايه هذه انتخابات كيف ما قلت برهانه حقيقيه على كل المستويات. لذلك كل واحد خصو يتحمل فيها المسؤوليه، الدوله خصها تتحمل المسؤوليه ديالها وما يتعاودش داك الشيء ديال 21. هذا الشيء ديال هذا التنافذ الديمقراطي والتدخل ديال بعض رجال السلطه والسماح بالتدخل والتفرقه ديال المال، راه السلطه على عينها كل شيء. ما يمكنش واحد عنده في الكفر الشاكوش تيفرق وما تيجي والو، ما يمكنش تحط غير طوبيه يوقف معك. واحد بالكفر تيفرق الفلوس لا ما شفناش. لا، خص الدوله يكون عندها دور ايجابي تدخلي حقيقي في حمايه الاراده الشعبيه، في الحمايه ديال الاراده الشعبيه، ويكون الرساله واضحه من السلطات الساهره على تنظيم الانتخابات بانه لا تسامح مع اي رجل من رجال السلطه قل غير يلمس شيء يتدخل فمه، غير يلمزه او يهمزه الى هذا الاتجاه او ذاك. ولا تسامح مع اي مرشح او اي منتخب يريد ان يشتري الاراده ديال المواطنين بالفلوس. هذه هي الاولى، وهذه مطلوبه في الدوله ديالنا، وهذه مطلوبه لهذه الاستحقاقات ولهذه الرياده. الثانيه هو الدور ديال الاحزاب السياسيه، وللاسف اقولها انا مع الدوله قصحت، لان تنعرف انها الدوله جاده وانها الدوله تتبغي الدوله شريفه. الدوله ديالنا الاحزاب السياسيه غنقولها وانا تنقول الله يدير الخير، لانه من الخيمه خرج عوج. يعني تنشوفوا الطريقه باش تيختاروا المرشحين والطريقه باش تيزكيو، وتنسمعوا على الاموال تفرق من اجل التزكيه. انا قلتها في بني ملال، قلت اللي تيعطي 500 مليون ولا 200 مليون ولا 600 مليون باش يحصل على التزكيه، اش تتسايو منه؟ هذا خصو يجمع فلوسه، وهو ما جاش باش غيجمع فلوسه. هادو راه الناس تيحسبوها مزيان، الا دفع 500 ما جاش باش يدفع 500، جا باش يجمع شي حاجه كثيره. ولذلك الاحزاب مسؤوليتها امام الله، امام الملك، وامام المواطنين وامام المواطنات، باش تقدم مرشحين ومرشحات في المستوى. والرساله راه من البرلمان كانت، وانا تكلمت لكم على داك الشيء اللي وقع البارح. الاحكام ديال هذوك كانوا برلمانيين، والاحزاب ديالهم على علم بهم ما يمكنش، بل بالعكس هناك بعض الاحزاب التي تستفيد من تلك الاموال، وداك الشيء باش تدير الانتخابات بالمال الحرام باش تدير الانتخابات. اذا راه عارف الرئيس ديال الحزب ولا اللجنه اللي مكلفه بالتزكيه ديال الحزب راه عارفه شنو انت تختار. حنا الحمد لله تيتجمعوا الجموع العامه الاقليميه ديالنا الاخوان والاخوات بيناتهم الى طيروها تيفرقوا اتاي وديك الكريسات والكريسات، ومن بعد تكلم فيا نتكلم فيك، هذا يصلح هذا ما يصلحش، هذا علاش يصلح هذا ما يصلحش. راه تصوت كل واحد مخبي تيصوت ديال السنيه وتتكلمش هكذا وطويها وطيحها في الصندوق. هو ان هذه الحكومه الفاشله والتي اصبحت يعني لم نعد في حاجه لندلل على فشلها. اكبر فشل وهي خرجت لنا الشباب ديالنا الشوارع وخلتهم في وضع في مواجهه ديال القوات الامنيه. وهذه مناسبه باش نجدوا في حزب العداله والتنميه باش يتم الاطلاق ديال السراح ديال شباب جلزيت. نحن في حاجه الى اجواء ديال الثقه واجواء ديمقراطيه، وكذلك الاخوان ديالنا والاخوات ديالنا اللي كانوا شباب الحسيمه وكذلك النقيب محمد زيان. نحن في حاجه تلك الاجواء، لاننا حنا مع القانون وحنا مع سلطه القانون وحنا مع الاحترام ديال القانون، لكن في بعض الاحيان ينبغي ان يعلو صوت السياسه، وصوت السياسه يقول بانه لكي نلطف الاجواء وكي نمر بسلاسه في هذه الانتخابات المقبله خصنا الاجواء الديمقراطيه تنفتح. خصناش نحيدوا الساعه الاضافيه، خصنا حاجه اخرى اكثر من الساعه الاضافيه، ولا عاد غادي كاين القضيه ديال الساعه الاضافيه. فلذلك هذه الانتخابات المقبله قلت عندها واحد الرهان كبير، لانه هاد الشباب اللي خرجوا، الشباب ديال جلزات شنو خرجوا تيقولوا؟
راه تقريبا الشعارات تشبه الشعارات اللي خرجت في 20 فبراير: محاربة الفساد، التعليم، الصحة، الحكامة الجيدة. هادشي اللي كان في 20 فبراير. معنى انه رحنا في واحد الدورة، درنا واحد الدورة ديال من 2011 2026، وغادي ندخلوا في دورة جديدة. وهذا الشيء كان واضح في الخطاب ديال جلالة الملك، خطاب العرش، منين تكلم اعلى سلطة في البلاد، الرمز ديال البلاد، رمز وحدة البلاد ودوامها واستمرارها. قال ودي انا ما عجبنيش المغرب بسرعتين. مغرب اللي فيه واحد الفئة عايشة في نعيم وفئة في المؤخرة، فيه مناطق كذلك عايشة في نعيم ومناطق في مؤخرة، وبالتالي هذا المغرب بسرعتين باش نقطعوا معاه. وهنا جا المصداقية ديال الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن. باش نقطعوا معاه هذا المغرب بسرعتين نحن في حاجة إلى حكومة ديمقراطية حقيقية، حكومة لا يفكر رئيسها في الصفقات، لا يفكر رئيسها في ويتتبع المنابع ديال الثروة كي يمتصها له ولأصحابه ولذويه. نحن في حاجة إلى حكومة همها الوحيد هو المصلحة ديال الوطن والمصلحة ديال المواطنين، ويخلي الناس رجال ونساء الأعمال يخليهم يخدموا في راحتهم، والصفقات توزع بعدالة، والثروة توزع بعدالة، والمشاريع توزع بعدالة داخل المدن وبين المدن والقرى وداخل العالم القروي وداخل العالم الحضاري. وهذا الشيء ما يمكن يكون إلا بحكومة منبثقة من الإرادة الشعبية. وهذه الحكومة منبثقة من الإرادة الشعبية هي التي جعلت الكلمة المفتاح في هذا الشعار هو المصداقية. واش باغيين نديروا المعقول في الاختيار الديمقراطي ولا ما باغيينش نديروا؟ واش باغيين نمشيو الانتخابات الجاية ونحن على ثقة بأن المواطنين والمواطنات غادي يمشيو بدون تأثير السلطة، بدون تأثير المال، بدون تأثير الجاه، بدون تأثير، ونحاربوا المقاطعة، ونحاربوا كل الأشكال ديال الرجوع إلى الخلف والرجوع إلى الوراء، ونخليو المواطنين والمواطنات يختاروا الناس اللي تعرفوهم تشهوهم. هذا البرلمان الإخوان والأخوات راه مصيبة. راك تبعتيو الأحكام ديال البارح. هذاك هذاك مثال واحد من أمثال كثيرة داخل هذا البرلمان، بحيث حنا ما محتاجينش البرلمان يكونوا فيه بارونات، حنا محتاجين البرلمان يكونوا فيه مواطنين ومواطنات نزهاء شرفاء كيدافعوا على البلاد والمال ديالهم حلال ولا يصرفونه بتلك الطريقة كيشتروا أصوات الناس. فهذا هو الرهان ديال هذه الانتخابات المقبلة. ثم الإخوة والأخوات، حنا اليوم أمام هذه الحكومة، حكومة ورطتنا، أصبحنا يعني نحس بالعار ونحن نتحدث عن الحكومة. حكومة اللي هي تقول لك أنا مازال خدامة، وفي نفس الوقت الرئيس طلق الحزب ديالو يعدنا بما سيقوم به في 5 سنين المقبلة، وتيوسع الوعود. قال لك هذا الشيء ديال الاسعار نساوه، المره الجايه غادي يديروا لكم دروع، سماه الدروع. قال لك الدرع الفلاني والدرع الفلاني والدرع الفلاني، يعني غنتحاربوا يبرقوا على المغاربه الدروع باش يقبلوا الاسعار غتكون مرتفعه، ولكن الدولار ما يعرفوكم دروع. هذا الشيء اللي تغالوا فاس. قال لك غادي يديروا الدرع ديال كذا والدرع ديال كذا والدرع ديال كذا. الا عندكم شي دروع ديروها دابا. دروع شنو هي الدروع؟ الدروع هي انتم بركه من مص دماء الشعب. هذه هي الدروع اللي كاينه. الدروع هي داكشي اللي خليتيو في الفراكشيه، الدروع هي داكشي اللي ديتيو في الادويه، الدروع هو داكشي اللي ديتيو في الصفقه ديال التحليه الحميه، الدروع هو داكشي اللي تديو في الصفقات. هذاك هو اللي تيغلي. اليوم تدخلوا لنا العيد راه كاين الحولي ما كاينش الحولي. شكون اللي ما خلاش الحولي يكون؟ وشكون اللي خلى الحولي يرتفع؟ لان انتم بالراس مال الكبير دخلتوا مشيتيو عند الكسابه خديتيو الحواله وشديتيهم عندكم باش تبيعوهم لنا على طول العام ب 160 درهم الكيلو. قال لك اسيدي انتم علاش حنا ما نعطيكمش باش تعيدوا، علاش تعيدوا انتم؟ تشريو الحولي ب 3000 درهم ولا ب 3500 ولا ب 4000. خلي داك 1000 2000 اللي قال هذاك راه كان تيحلم ولا كان تيهترف. حنا تنتكلموا على الصوب الحقيقي. قال لك اسيدي حنا انتم هذا العام ما محتاجينكمش تعيدوا، حنا هذوك الحواله راه حنا شديناهم، صحاب الكبار ديك الغلاط صحاب الفلوس شديناهم وغادي نصرفوه لكم على طول العام بالكيلو ب 120 ب 130 ب 140. هناك جريده اقتصاديه جديه وجاده غادي يوصل ل 160 درهم في الكاري باش تعرفوا الطريقه ديال التدبير ديال هذه الحكومه. ثم الدقيقه ففي عاد راه يعطيونا واحد 5000 درهم قال لك ديال التخفيضات على المصاريف ديال الدراسه. هذه وعود، ولكن قبل لا تدخلوا معنا الوعود شنو غتعطيونا المره الجايه؟ واش الدروع ولا القبعات ولا شنو غتعطيونا؟ بعدها نجي نتفاهموا معكم على الشيء اللي وعدتونا به. فين هو؟ تنسالكم مليون منصب شهور عطيوه لينا، عاد تكلموا علينا شنو غديروا من 26. تنسالكم معدلات ديال النمو، تنسالكم قلتيو المراه المعدل ديال النشاط ديالها
ضعيف جدا، وصل ل 20% غتوصلوا ل 30%، تنسالكم 10% راه هبطيونا اللور، وتنسالكم. عطيونا بعدا داك الشيء اللي تنسالكم وديروا الاصلاحات اللي خصها دار. هاد الاصلاحات اللي مازال تتردوها، الاصلاح ديال التقاعد قال لك ما قادينش نديروه. اللي جاو مصدعين به من 2022 هما تيقول لك كنديروا اصلاح ديال التقاعد، دابا خلاوها تما وجاو في الدقيقه 90 وقال لك اسيدي غادي نحيدوا الساعه الاضافيه. وجاو بعض المهلنين هذوك المطبلين ديال الحكومه قالوا ما قالوا، قال لك ودي هذه داروها من ذاك الشرطي، لان العداله والتنميه خرجت تلتزم بوضوح، وخرج رئيس الحكومه السابق والامين العام ديالها السي عبد الاله بن كنان وقال ودي لا ترأسنا الحكومه اول قرار هو هذا. وتعرفوا بانه الراجل ملي تيتكلم يصدق، الا قال شي حاجه تيديرها وقاد بها. قال لك اسيدي اش غادي نديروا؟ قال هاد المطبلين قالوا صافي هذه حيدوها للعداله تلوها. وطيب هذه ماشي حيدتوها للعداله والتنميه، ولكن اللي ما غتحيدوش العداله والتنميه هو النزاهه ديال المنتخبين ديالو كونوا بحالهم. النزاهه ديال الوزراء ديالو ديال الوزيرات ديالو كونوا بحالهم. جبدوا لنا شي نهار شي وزير من العداله والتنميه عطى الصفقه ديال الادويه لوزير ديال العداله والتنميه، راه ما تخدوش عليها، راه تقدروا تحلوا 60 دقيقه، ولكن تضارب المصالح غيبقى تبعكم. والناس غادي يفرقوا ما بين العداله والتنميه وما بين التجمع الوطني الاحرار، ما بين العداله والتنميه في المصلحه الوطنيه، ما بين العداله والتنميه في الدفاع عن الهويه الوطنيه وعلى الاسره، ما بين العداله والتنميه والمصالح ديال المواطنين والمواطنات، ما بين العداله والتنميه وهو تيعطي الرخص ديال التعمير بقانون وبحتقان، وانتم اللي تدفعوا وتشريوا في الرخص ديال التعمير، وهادشي تيعرفوه الناس. هادشي اللي خصكم تصنتوا فيه العداله والتنميه، والمغاربه فاهمين هادشي وواعيين به. فلذلك ما يمكن لكمش تتسابقوا مع العداله والتنميه في المعقول، ما يمكن لكمش تتسابقوا مع العداله والتنميه في الجديه، ما يمكن لكمش تتسابقوا مع العداله والتنميه في الخدمه ديال المواطنين وديال المواطنات. اثبتتم في هذه ال5 سنوات بانكم كرسكم تتغلب عليكم، والمصلحه ديالكم الشخصيه تتغلب عليكم، وتيغمزوكم الفلوس. ما تتصبروش قدام الملايير ديال الدراهم. حنا كانوا قدامنا الخناشي ديال الفلوس، كنا في الرئاسه ديال الحكومه، الرئاسه للحكومه الاولى والثانيه، وكنا على راس اكبر جماعات الغرب تدور الملايير ديال الدراهم. والرقاد في المدينه اللي كنت فيها انا كان واحد سابقني تيعطي التجزئه الرخصه ديالها ب 500 مليون ديال السنتيم، 5 مليون كانت نعم تجزئه وخدا. جاو الناس تياخذوا الرخص ديال التجزئات والرخص ديال التعمير والرخص ديال البناء والرخص ديال السكن، تياخذوهم بكرامه وتاخذوهم وجههم احمر، لدرجه انه ملي تعطيه الرخصه تيبدا يشوف فيك واش غادي تحك جيابك ولا شي حاجه، يعني لدرجه انه الناس تيجي لهم الله سيونس فيكسيون ماشي حقيقه. الحقيقه هي هذه. حزب العداله والتنميه ورؤساء الحكومه ديالو والوزراء ديالو ورؤساء الجماعات ديالو ورؤساء الشيخ ديالو وعموم مناضليه ومناضلاته يجمعهم الخوف من الله، يجمعهم حبهم لملكهم، يجمعهم حبهم لوطنهم، يجمعهم حبهم لمصلحه مواطنيهم ومواطناتهم. وبالتالي دوجنا الى حد العداله والتنميه ما بقى عنده ما يبين ان غير بروفي. شي واحد اللي داز في رئاسه الحكومه 2 مرات، وفي الوزارات من بين الوزارات المهمه، وفي الرؤساء ديال الجماعات، ما بقى عنده ما. الناس عرفوه بصلاحه، عرفوه باصلاحاته، بالرغم من الاصلاحات اللي هي عليها ملاحظات، ها المقاصه، ها التقاعد، ها التعاقد، ها ما كذا وكذا وكذا. هذيك الاصلاحات الا كان فيها مفسده للوطن هذه الحكومه كانت تحيدها. علاش خلات المقال؟ علاش خلات اصلاح المقاصه؟ وعلاش دابا ناضوا كاملين تيدافعوا على الاصلاح ديال المقاصه؟ قال ما خصناش نردوا الدعم، لانه الدعم كان تيمشي للميسوريين والضعفاء ما تيديو منه والو. دابا حنا من هذا الاصلاح هذا تنصرفوا على 4 مليون ديال الاسر في اطار الدعم الاجتماعي المباشر. وعلاش ما رجعوش الاصلاح ديال التقاعد اللي درناه حنايا؟ لانه كان ما درناش. حنا وقفنا في 2014 على ان النظام ماشي الهويه، وعلى انه في 2022 حنا في 2014 داك الساعه في الحكومه، في 2022 الى ما تصلحش النظام 400,000 متقاعد ومتقاعده كان غيوقف لهم التقاعد ديالهم. وكان بامكاننا نديروا بحال هذه الحكومه هذه. نقولوا اش جابنا حنا في 2014، حنا في 2016 ماشيين بحالنا، ما كناش عارفين لا غنجحوا ولا ما غنجحوش. الولايه الحكوميه كانت غتسالي في 2016. الصندوق ديال التقاعد غادي يغاف في 2022، خليه يغرق. لا، هذا هو واحد العداله والتنميه، ماشي بحال هاد الجبناء اللي دابا ما داروا والو في الاصلاح ديال التقاعد.
رئيس ديال العقله الوطنيه في 2014 ورئيس الحكومه انذاك سعد الله بن كيران قال غادي نصلح الاصلاح ديال التقاعد. صحيح انه قد لا يعجب البعض، ولكن ما بين ما غاديش يعجب الناس لانهم غادي يتقطفوا واحد شويه، وما بين ملي غادي نمشي بحالي انا في 2016 وفي 22 ما يبقاو والو غيبقاو يلعنونا ويرجعوا لك الساعات يقول لك انتم في 2014 قلتوا لنا راه غادي يطيح في 2022 وما درتيو والو ودرتبتيو. لا، درنا الاصلاح ودرنا غير رفع. وكذلك اطار رفعنا الحد الادنى للمعاشات، كانت 1000 درهم طلعناها حتى ل 500 درهم. التعاقد، الاساتذه المتعاقدين يسمحوا لي، ماشي هما بطبيعه الحال هذوك المطبلين ديال اخنوش اللي جاو تيقول لك انتم درتيو النظام ديال التعاقد وتكرفستيو على هاد المجازين وكذا 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 وكذا. صحيح درنا النظام ديال التعاقد، درنا القرار ديالو في 2016 وحنا ماشي للانتخابات، حنا تنديروا القرارات الصعبه وحنا داخلين على الانتخابات. التقاعد بدا في شتنبر 2016، ماشي بحال هاد الساعه اللي غتبدا في شتنبر 2016. حنا اصعب قرار درناه في شتنبر 2016 لانه القرار ديال المصلحه الوطنيه. وكذلك هذا ديال التعاقد اللي به دخلنا المجازين اللي كانوا عاطلين ودخلوا وجعوا اساتذه محترمين في اطار ديال نظام الاساتذه التربيه الوطنيه بعد نضال طويل. ولكن خصو يسولونا يقولوا لنا علاش درتيوه، وشنو هي النتائج ديالو، شحال كانوا تيدخلوا انذاك قبل نديروا هذا الاصلاح هذا وشحال رجعوا تيدخلوا بالعام بالارقام. كان قبل نديروا الاصلاح ديال التعاقد ونديروا هذيك المباراه ديال الاكاديميات الجهويه